بصوا يا بنات، انا خلصت الحمد لله الغدا. تمام. ده العيش اللي احنا كنا بنعمله على الجريل. خلاص. ودي البابا غنوج بعد ما ضربتها بالهاند بلندر، نعمتها كويس قوي وحطيت لها شويه زيت. حطيت رمان، انا كنت مفرزناه، حطيت رمان. لو عندك فريش طبعا يبقى حلو، انا ما عنديش فانا حطيت متفرزن. حطيت شويه يعني زي كبشه كده حلوه محترمه حطيتها جواه، بس طبعا بعد ما اتعمل بالهاند بلندر عشان مش عايزه الرمان يتعصر، فعايزاه يبقى وحدات كده واحنا بناكل نحس بيها. وحطيت برضو على الوش حبه رمان زياده. والاكله دي عايزه اقول لكم يعني مش قادره اقول لك، هي هتبقى بالنسبه لك دي الاكله المفضله. البابا غنوج اعمليها على طول بالطريقه دي هتعجبك جدا مع الحواوشي القاهري. وهعمل لكم ان شاء الله فيديو تاني عن الحواوشي الاسكندراني بتاعنا بقى الحلو المدلع ده.